مالك؟ مالك يا عايدة؟ عملت اللي في دماغك، قتلت اللي في بطني وعملت اللي في دماغك، استريحت. انا بكرهك وعمري ما حبيتك وعمري ما حبيتك. اتجوزتك عشان فلوسك، عشان اسرقك. ارتحت كده دلوقتي؟ مين اللي عمل فيك كده؟ انت هتستعبط، انت اللي عملت كده، انت جاي تشمت فيا. انا بموت. الحمد لله على السلامة. ده بيعمل ايه هنا؟ استني بس يا عايده، معلم جعفر هو اللي جابك هنا، واقف على رجله من امبارح مرعوب عليكي، والله العظيم مستحيل يكون هو اللي عمل كده. هو اللي قالك تقول لي كده؟ مش هلوم عليك يا عايدة، هسكت ونبقى نتعاتب بعدين. وتسكت ليه؟ ما تقول ان انت عملت اللي في دماغك. قول ان انت بعت الستات يضربوني ويسقطوني، مش هو ده اللي وعدتني بيه؟ اوعى تكون فاكر ان انت جاي هنا عشان تشمت فيا، بالعكس انا اللي شمتانه فيك. انت فاكر ان انا كنت عايزه اخلف منك؟ ده انت غلبان قوي. لو كنت صبرت شويه كنت انا اللي سقطت، ما كنتش تعبت نفسك ولا حاجه. اوعى تكون صدقت الكلمتين اللي انا ضحكت عليك بيهم، دول كلهم كذب. قصتي معاك اولها فلوس واخرها فلوس، واسالهم. اما بالنسبه للحمل بقى فده كان اكبر غلطه، وبرافو عليك اديك صلحتها. وبجمله التصليحات بقى يا ريت تطلقني، ده لو عندك كرامه. عندك كرامة؟ رحمة ربنا بيك يا عايدة، لك راقدة الرقدة دي، ولا الرقدة دي كنت اتضربت قلمين قبل ما تطلقي. حظك انك تطلقي من غير القلمين. طالق وحياة ابويا ما هسيبك يا جعفر. كنا كويسين، وضوح بوضوح، تقولوا رحمة ابويا مش وحياة ابويا. وانا كمان عشان ابقى صريح معاك يا عايدة لازم تبقى فاهمة ان انت جوازة من 4. واحدة حلوة عجبتني، شاورت لها جات لي وخدت اللي فيه النصيب. ورقة الطلاق توصلك تحطيها مع شهادة وفاة ابوكي، يدفوا بعض. استنى بس يا معلم، معلش هي تعبانه دلوقتي يا معلم. قعدت يوم، قعدت سنة يا بلبل، فلوس المستشفى ما تشيلش همها. ايوه يا زفت. ايه الدخله دي يا ست دلال؟ في ايه؟ قفل تليفونك ليه؟ والله انت مش غريبه، كنت سهران سهره حلوه كده. طب يا ابو سهره حلوه، انت مش واخد فلوس زياده عن اللي انت طلبتها؟ هو انت مكلمانه عشان تعرين ولا ايه يا ست دلال؟ هو في ايه يا ست دلال؟ فين بلال شمع زفتي؟ لسه ما ماتش. ما ماتش؟ ازاي؟ ده انا هارس امه بالعربيه. طب عايزك تسمعني كويس، بلال شمع في مستشفى، عايزك تعرف لي المستشفى دي فين واسمها ايه بالظبط، وياك تتصرف من دماغك، تعرف لي اللي قلت لك عليه بالظبط وخلاص، فاهم ولا لا؟ حاضر حاضر يا ست دلال.
مالك يا جعفر في ايه؟ لا شامة عربية خبطته في العباسية، محجوز في مستشفى، ويقولوا رجله اتقطعت. عايز اعرف بلال شامة في اي مستشفى دلوقتي. الناس اكيد نقلوه اقرب مستشفى للمكان اللي حصل فيه الحادثة. تقوم يا نعيم وما ترجعش غير وانت عارف لي في انهي مستشفى. اعتبره حصل يا جعفر. قاعد بتعمل ايه؟ قوم. حاضر. انا مش هسيبه، مش هرتاح يا يارا غير لما انتقم منه. هو انت بتعملي كده ليه؟ عشان هو يستاهل كده. هو انت حبيتيه قوي كده؟ انت كل حاجه مشيت معاكي صح يا عايده، وانت اللي اتصرفتي غلط. انت رايحه تحملي منه، وحتى بعد ما حملتي تروحي تقولي له؟ انت جاتلك الفلوس لحد عندك وعارفه انه انسان مش كويس، وتاني دلوقتي مصممه انك تعكي الدنيا وجايه بتقولي عايزه انتقم. كل ده عشان ايه؟ عشان ابني. هو من امتى وانت عايزه تخلفي يا عايده؟ من ساعه ما بقيت حامل. انا مش هسيبه، انتوا مالكوا؟ انت بتحبيه والطلاق ضايقك يا عايده. وادي الدكتور النفساني اللي معانا، سياده المحلل، وايه كمان بقى؟ هو انت بتكلميه كده ليه يا عايده؟ عشان انت بتكلمني من طرف مناخيرك وانت مش حاسس باي حاجه. لا مناخيري ولا عينيا. حبيبتي دي حياتك، واعملي اللي انت عايزاه، وانت اللي هتشيلي التين لوحدك. انا ماشي. ما تقعد بقى، بطل هبل انت كمان. اقعد يا بلبل. عايده، احنا مقدرين انك متضايقه، بس انت لازم تفهمي حاجه، انك مش محتاجه لكل ده دلوقتي. انسيه بقى، انت طالعه كسبانه، وكسبانه قوي كمان. انا عارفه كويس انا هعمل ايه.